السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة جايلكم ان شاء الله في فيديو جديد وروتين بقى من اللي قلبكم يحبه، ويا رب كده تكونوا بخير. وان شاء الله النهاردة بقى نغسل السجاد بقى، خلاص دخلت رمضان، يعود علينا وعليكم الأيام بخير. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، آمين. وهنبدأ بقى ان شاء الله الروتين. كنا بقى هنعمل ايه؟ هنشيل بقى الفرش كله عشان هنغيره بقى، دخلت رمضان ونغير الفرش بقى قبل الصيام وكده. واحنا على طول بنعمل طبعا، بس برضو عشان الصيام وكده فقلنا بقى، فبقى ابتديت اشيل بقى القعدة بتاعتي واشيلها بقى ادخلها في الأوضة. يعني كنت موضبة الأوضة وقلت احط فيها، كنت بحط كده في أوضة الأولاد، بشيلها واحط في أوضة الأولاد. والفرش اللي عليها برضو نفضته ووديته على الغسالة كله يتغسل، عشان ما اجي افرش كده يبقى نضيفة. والسجادة يمكنش وسخة برضو اوي، بس قلت برضو اشطفها واغسلها ونغيرها. اللي لقيته نضيف يعني ما غسلتوش، واللي حبت تتغسل هي معفرة بس، فقلت اغسلها معاكوا كده على طول. شلت بقى القعدة بتاعتي كلها والف بقى السجادة. كنت كده كنستها برضو عشان لو عليها اي حاجة. ودي حصيرة كده حطها تحت القعدة، يعني ما بتتوسخش ولا بتتشال، فمش هغسلها يعني عشان هفرشها تاني. فخلصت بقى الجزء ده وقلت بقى اروح على السفرة. هشيل برضو السجادة اللي تحتها ما كانتش وسخة، فقلت انفضها واحطها تشمس حبة عقبال لما امسح. كنت كده بقى بمسح الكراسي، مسكتهم مسحتهم كده ولمعتهم واركنهم على جنب، عشان لو في اي تراب اي حاجة يبقى على طول بالمرة كده قبل ما اعمل. وشلت بقى السفرة من على الترابيزة، عفوا من على السجادة، عشان اعرف اشيل السجادة. واي حاجة في الارض كده كنت بشيلها، وانفض السجادة بقى واشيلها. واركن برضو السفرة على ناحية عشان بحيث ما تضايقنيش، اكنس مكانها واركنها. وانا كده كنت خلصت الجزء ده، فقلت اعمل السفرة على طول واركنها برضو على ناحية، واحط عليها الكراسي كده عشان تبقى اما اجي اغسل ما حاجاش تضايقني. وكده بقى كانت الأوضة مبهدلة على الآخر، قلت بقى اغير السجادة دي. والله انا غسلت التانية بس ما قدرتش اغسل دي، فقلت بقى اسيبها لان انا مش محتاجاها دلوقتي، فقلت اسيبها. ابتديت برضه اخرج القعدة كلها بره عشان امسح مسحة بقى نضيفة. شلت يعني فضيت الأوضة خالص، ما خليتش فيها اي حاجة. وشلت برضو الركنة، خرجتها بره. نفضتها بقى كويس، لو عليها تراب ولا اي حاجة بيبقى يعني مكان الاولاد وكده. مع ان انتوا عارفين يعني ان انا بفرش عليها حافظات عشان برضو ما تتبهدلش، وبحاول احافظ عليها يعني على قد ما بقدر، بحاول احافظ عليها كده. برضو كنت بخرجها بقى بره كده. كنت كنست الصالة بقى ونضفتها وركنتهم على ناحية، قلت اما امسح الأوضة تبقى ادخل تاني، عشان هخلص حاجة حاجة. يعني هنضف الأوضة دي الأول وبعدين يبقى. ومسكت الشباك برضو، ما هي بقى بالمرة. والستارة برضو اغيرها عشان تبقى كل حاجة كده نضيفة. يعني هي الستارة ما بقالهاش شهر،
بصوا التراب اللي نازل من الشباك، او يعني بعمله على طول. مسكته كده نضفته بقى كويس، يعني احسن ما بعمله بميه بنفضه كده، وساعات بخلعه اشيله اغسله، بس بغسله في الحمام بقى اما جوزي بيخلعه لي. كان معايا بقى اسلحه كتير، السعافه والمهشه واي حاجه بقى في الارض كنت بشيلها. وشلت برضو التلفزيون ومسحته، قلت برضو ايه عشان رمضان كريم، مع اني مبحبش امسح التلفزيون ده بتضايق منه، بس قلت يلا امسحه برضو. شلته كده ومسحته ونضفته، ومسحت برضو الترابيزة وشلتها. كنت بقى منضفة الأوضة التانية فحطيت فيها، يعني عقبال ما اخلص الأوضة دي برضو وكنست السجادة كده والمها بقى. المها بقى ايه، قلت برضو اغسلها بس ما قدرتش اغسلها مع التانية فسبتها، قلت يبقى اغسلها في يوم تاني. كده شلت برضو الحاجات اللي كانت في الحيطة عشان امسحها. اللي في الارض ده مش تراب، ده مستجادة. وزعفت برضو الحيطة بالزعافة دي كويس، مشيت عليها كلها كده بالزعافة وزعفتها. يعني كل حاجة كده عملتها الحمد لله يعني، وخليت الأوضة زي الفل. مسكت بقى المقشة وقلت ايه على طول كده كنستهم، قلت امسحها على طول برضو على الصالة واخرج، احلى ما اعمل بالشرشوبة وكده. خدتهم بقى لميتهم، جبت بقى بلاستيك عندي وحطيت فيها ايه حبة منظف كده عشان امسح بيها الارضية. كان عندي ديتول وعندي كلور، حطيت بقى وقلت ايه امسح الارضية كويس عشان حاجة تدي ريحة كده. اهو اجمل حاجة بقى اما تبقي خلاص كده هتخلصي. سبت الارضية دعكتها بالمقشة وامسحها برضو واديها على الحمام على طول. سبتها بقى الارض ايه تنشف حبة بعد ما مسحتها كده، سيبها تنشف حبة برضو عشان ايه ما دخلش الحاجة على طول. كنت سبتها بقى تنشف ودخلت بقى ايه الركنة تاني، حطيتها مكانها، كل حاجة ارجعها مكانها تاني. ما شاء الله ما بتصحي ساعة بدري كده عايزة تعملي شغلتك اعمليها بدري، الشغلة البدرية فعلا منسية. كده بقى كنت جبت التانية وعملتهم على طول، ودخلت بقى كل حاجة تاني في الأوضة.
دخلت الشلت بتاع الركنة تاني، جبت اللي انا بحطها جنب الركنة دي، انا اللي مكملة بقى الركنة يعني، بفرش عليها مفرش. برضو بفرش الحافظات على الركنة برضو عشان احفظها، انا كده كنت لسه جايباهم من الغسيل. بفرشهم بقى هي على طول يعني، مبشيلهمش، اشيلهم اغسلهم وافرشهم تاني. بيحافظولي برضو على الركنة يعني من اي حاجة بتوع عصير، اي حاجة الاولاد بيعملوها بيحافظوا عليها بصراحة. جبت السجادة بقى وفرشتها. غيرت التانية بقى، قلت ايه عشان التانية مكانتش نظيفة وعايزة تتغسل، فجبت البديل بتاعها. الستورة برضو شلتها وقلت ايه اركب غيرها. جبت بقى الستارتين دول، انا محطتش فيهم دبل، انا عملتهم على طول في الماسورة اهو، بتفضل ثابتة يعني، عشان يعني احنا بنفتحش الشباك غير ايه حاجات بسيطة برضو يعني، مش على طول. ان شاء الله شكل الأوضة اختلفت ونورت كده يعني، حاجة بسيطة تغيري الدنيا بتنور بصراحة. بقى علقتهم وقلت ايه اجيب المخدات اللي بحطها على الركنة الصغيرة دي وحطيتهم كده بقى. كنت خلصت خلاص، والستارة اهي اللي انا ركبتها، ودي السجادة برضو اللي انا حطيتها. واجيب بقى الايه التلفزيون تاني مكانه وارجعه، يعني اي حاجة اخدتها خرجتها بدخلها تاني. جبت بقى التلفزيون تاني، وابتديت برضو اركبه. الريسيفر برضو كنت مسحت بقى التلفزيون مسحة كويسة والترابيزة عشان تبقى كل حاجة ايه مفيهاش تراب كده نضيفة. اهو طفيت النور بقى وخرجت، احسن لحظة في حياتي لما اطفي النور واخرج من الأوضة واحس انها نطفت خلاص. جبت بقى السجادة بقى قلت اغسلها بالمرة على طول. ما قدرتش بقى اكمل غسيل السجاد، فقلت ايه يوم تاني يعني حبة حبة. ابتديت بقى اجيب مية واكب عليها، حطيت عليها كده حبة كلور عشان هي فيها ابيض، بس يعني بحط كلور على مية عشان برضو ما يبوظهاش، فخدي بالك. وحطيت اللومة بتاعي بقى وفضلت ادعك فيها. هي ميتها ما كانتش وسخة، كانت ميتها نظيفة يعني، بس انا ايه بحاولت اشطفها ايه على طول. ومسكتها على طول، ما خدتش في دي حاجة. بس اللي بيتعبني الرفع يعني، لما برفعها لوحدي ما فيش حد يشيلها معايا، فمرضتش اغسل التانيين عشان كده. قلت بقى ايه لما حد يجي يشيل معايا برضو السجاد يرفعه كده، عشان انا طبعا حامل ومش وكانت تقيلة عليا.
جبت مية بقى وبقيت ايه اشطفها بعد ما غسلتها. لفيتها كده بقى ايه رفيع عشان تقف معايا ما توقعش. يعني حسيت ميتها ما شاء الله نضيفة، فقلت ايه خلاص كده كفاية.